بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله وبالله أحلى مفاجأة شفتها النهاردة على الصبح، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله. طلعت لقيت الحمامة مطلعة الزغاليل ده والمنظر الجميل ده. اللهم لك الحمد والشكر والفضل العظيم يا رب على كل عطاياك. بجد عش بيعوض عش، وربنا بيكرم وبيعوض، والعوض بيكون كبير قوي من عند ربنا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند الحمام. ما صورناش فيديو منفصل عند الحمام من زمان، وطلب مني فيديو كده على السريع، فانا قلت بما ان انا بفطرهم حاليا فنصور مع بعض كده. ربنا يبارك لنا في ارزاقنا جميعا، ويجعل دايما خير في بيوتنا يا رب، اللهم امين. ربي حمام، بس ربي حمام يكون سلاله، عشان لما تيجي تذبحيه تلاقي الزغلول معاكي ملحم كده، وحاجه كده تشرف وحاجه كده تشبع. طالما هتربي سلاله يعني هتحبي انك تصرفي وتكلفي عليها. مفيش حاجه ما بتكلفش يا جماعه، كل حاجه بتكلف، بس في فرق ما بين ان اكون بكلف وما بلاقيش، وبكلف وبلاقي. ودايما بقول لكم عند الحمام ان الدنيا مش بتكون يعني كويسه قوي لاقصى درجه، يعني عند كل العشوش لا، مش كل عش بيكون زي التاني، سبحان الله. يعني يا ريت لايكات كتير جدا جدا، ونشير الفيديو ده على قد ما نقدر. ده حمام تهجين رومي يا جماعه، ده مش رومي صافي. هو وزن الزغلول بتاعه بيوصل ل 900 جرام و800 جرام. زي ما انا بقول لكم، انا دايما باكد على المعلومه دي، لان الناس الجديده اللي بتشوف الفيديو لاول مره بيفضلوا يسالوني الاسئله دي: هو الحمام نوع ايه ومشاهد؟ هو بيجيب اوزان ايه؟ هو احنا ممكن نلاقيه فين؟ ممكن تلاقوه فين؟ دي انا مش عارفه بصراحه، لان انا فعلا يعني انا مكتفيه ببيتي وبشغلي فقط. ما اعرفش مين بيبيع ايه ولا بيبيع فين ولا الكلام ده كله خالص. انا الحمد لله دورت على السلاله ديت في مره من المرات، فضلت ادور على سلاله حمام كتير جدا جدا، ما كانش وكنت بتفق عليها وخلاص هشتريها، بس في الاخر ما كانش بيحصل له نصيب، وايا كان السبب بقى. المهم لغايه ما ربنا اكرمني، والسلاله دي والله وبالله جات لي بالصدفه يعني، عشان كنت موصيه حد ان انا برضو كنت عايزه حمام وكده. فسبحان الله سبحان الله بالصدفه كده لقينا ناس عايزه تصفي الحمام بتاعها وتصفي الشغل اللي عندها، علشان ما عادش فيه قدره ان هم يرعوه. فبالتالي كان من نصيبي ان انا اخد من النوعيه ديت. يعني هو كان عند اصحابه، انا شاريه من عند اصحابه متهجن كده، متهجن بقى من حمام رومي مع قطاوي ولا من حمام رومي مع ايه برضو ما اعرفش، بس هو اللي اتقال لي هو كان تهجين رومي مع قطاوي عندهم من سنين السنين يعني. فبالتالي انا مهم بالنسبه لي السلاله، علشان في حد قال لي التهجين دايما في الحمام بيكون مش حلو، او في اي طيور عامه. والله وبالله الحمام ده ما شاء الله ما شاء الله، وانا قبل كده وزنت لكم الاوزان، بس مش معنى كده ان الحمام كله بيكون نفس الوزن بالظبط، لان تقريبا لما كنت شارياه كان تقريبا فيهم جوز او جوزين وزنهم اقل شويه، انما الغالب زي ما حضرتك شايفه اللي هو الاوزان العاليه. مالكيش دعوه بالهزاز ده، الهزاز ده حاجه تانية كده لسه داخله عليهم جديده، انما الغالب كله من الحمام ما شاء الله اللي هو الكبير اللي بيوزن ده، فما شاء الله بيطلع زغاليل زيه. وانا لما بكون اهو شايفين الحمامه ما شاء الله تشوفوها تقولي ده بطايه، ما تقوليش ده حمام. اهو شايفين ده اهو، ده ما شاء الله يعتبر ده من القديم اللي عندي قوي. طيب الحمام ده ممكن تفضلي سايباه ينتج عندك لقد ايه مشاهد؟ عامه هو الكبير القديم اللي عندي يبقى له مده طويله، انا مش هذبحه، انا هسيبه شغال لحد ما يعني طول ما هو شغال خلاص انا سايباه، لان كده كده انا لو جيت اذبحه واسويه هلاقي يغيب جدا في السوا وهينشف. انما الاحسن ليا ان هو يفضل شغال زي ما هو شغال. دي حاجه. طيب بالنسبه له ممكن يقع منك على فكره فرد حمام، يعني ممكن كل شهرين ثلاثه ممكن يقع مني فرد حمام، اطلع على ايه كده مات لوحده. دي برضو حاجه قدريه، بيبقى واكل وشارب وكل حاجه والمكان نظيف ما فيش اي حاجه، بس الحمد لله بقول الحمد لله كده كده ربنا ايه بيعوضني برضو بغيره، فالحمد لله. يعني اقصد يا جماعه الدنيا يعني انا حابه اقول لكم كل حاجه عن تربيه الحمام، عشان الناس اللي بيحصل عندها كده ما تستغربش. وقبل كده قلت لكم ان في حمام بياكل زغاليل وحمام لا. و شايفين دكر الحمام ده؟ سالت كتير هو دكر الحمام بنعرفه ازاي؟ بتلاقيه بيقعد يلف ويزوم كده، بتعرفوا ان هو ده الدكر، او زي ما احنا شايفينه.
في هنا الفرد الحمام الابيض ده والله بفكر اذبحه، بفكر اسيبه، بس المشكله ان انا ما بحبش اسيب فرد لوحده، ممكن يطلع ذكر ويبقى عنده ذكوره اكتر، ممكن يطلع نتايه يبقى نوتي اكتر. لان انا عندي 20 او 3 كل ذكر فيهم متجوز 2، فبيجوا يبيضوا بيبوظوا البيض. ده بينفع ولا ده بينفع؟ عشان نكون برضو عارفين. ده بيحوي حوالين العش بتاعه تقريبا، عايز هيرجعوا يبيضوا تاني. لانهم كانوا مطلعين زغلول وانا شلته حطيته في العش اللي هناك ده، لانه كان زغلول واحد. يعني حتى لما يكون عندك الحمام مطلع زغلول طبعا وعايزه توفقيه مع زغلول تاني عشان تطيري عش يرجع يبط معاكي تاني، بدل ما يفضل راقد ياكل كل ده، لا ممكن عش واحد ياكل الزغلولين عادي. بس شوفي العش اللي بياكل صح، لان في عش بياكل كويس وعش لا، فدي برضو حاجات لازم نكون واخدين بالنا منها. ده برضو زغلوله هو فرداني طبعا. هنا الحمد لله الحمد لله. انا مش عايزه اشوف بس الحمامه دي طلعت ولا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر، بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين الخير والرزق والجمال. اللهم لك الحمد والشكر والفضل العظيم يا رب على كل عطاياك. عشان كده بقول لكم والله يا جماعه، بالذات سلاله الحمام، بالذات الحمام دونا عن اي طيور تانية، عش بيعوض عش. اهي كانت راقده على 3 بيضات والحمد لله طلعت ال3 بيضات. طب البيضه الثالثه دي منين؟ البيضه الثالثه دي كانت حمامه جديده بيضها على الارض في نص الاوضه، ما كانش ينفع اسيبها، فجبتها حطيتها هنا مع دول، مع البطين دول، لانها كانت من دورهم يعني، كانت بيضه ودي كانت بيضه. قمت جايباها حطها في العش من يومها، وسبحان الله انها تكمل وتشتغل وتطلع زغاليل. ممكن عش تاني يقوم مبوظ لي بطين وتصفى على واحده بس، تصفى على زغلول واحد بس، فمش كل عش بيكون زي التاني. اعمل ايه؟ هشيل بس قشور البيض اللي هي موجوده ديت وخلاص، وعلى كده وربنا يبارك فيهم يا رب وتحضرهم وتاكلهم ان شاء الله يا رب على خير. هنا ده زغلول فرداني قرب ان هو يتقطف معايا، بس انا سايباه كمان يومين كده عشان اقطف بقيه اخواته، لان يوم ما كنت بذبح البط كنت اطفى 4 زغاليل وذبحتهم يومها. دي راقده على بيض، ده هو زغلول ابيض فرداني وريتهولكم قبل كده اهو. انا بس عايزه اركز لكم عليه اهو. ده البيضه اللي كانت معاه زي ما قلت لكم. الحمام ما كانش اكلها، بعد قعد اسبوع ياكلها، قعد اسبوع ياكل الزغلول اللي معاه وبعد كده سابه، فقمت شايلاه وموديه العش تاني ما شاء الله عليه، كل وكبر وبقى كويس معانا. هنا هبتدي برضو ان انا اشوف بقيه الحمام. هم زي ما احنا شايفينهم كده، ديت بيضت ورقدت اهيت الحمد لله. شايفين الحمامه البيضه دي؟ بجد الحمام الابيض بيكون شكله جميل جدا جدا وسط الحمام. عشان كده كنت بفكر اسيب الزغلول ده عشان يبقى زي ده بالظبط، هو يكون حجمه زي ده كده اهو. شايفين؟ بفكر ان انا اسيب الابيض الصافي ده، لان قليل لما بيطلع عندي ابيض صافي. هنا زي ما احنا شايفين كده، وبيطلع نفس الاوزان ونفس كل حاجه، ما هي السلاله واحده بس اختلاف اللون بس. هنا اهيت دي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليها. دي من الحمام القديم الاصلي اللي عندي، اللي كنت شارياه مش من ايامهم اهي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر عليهم. يعني شوف الحمامه تقولي ده بطه راقده، ما تقوليش حمامه خالص. دي بطت برضو ورقدت، ربنا يكرمنا ويرضى خواطرنا. الزغلولين دول عايزين يتضاف لهم كده. كان في هنا زغلول تاني بس مش عارفه هو راح فين بصراحه، بدور عليه كده. شايفين الحمام بيعمل ايه؟ شايفين الحمامه البيضه دي برضو اهي، دي ابيض اهي بس ادالها حته سودا برضو كانت راقده. دي حمامه تانية بيضه اهي، والحمامه التانية البيضه دي اهي. شايفين الحمام الابيض ده انا كنت متعمده اسيبه، لان كان في حد من حضراتكم كان بيقول لي سيب الحمام الابيض يا مشاهد شكله بيكون حلو، وفعلا والله طلع شكله جميل جدا جدا جدا. بس بيبقى نفسي اوفق زغلولين ابيض مع بعض، قليل قوي يعني ما بيطلعليش زغلولين ابيض، لازم واحد ابيض واحد كحلي، واحد ابيض واحد بني، لان الحمام اللي بيكون مولف ومطلع بيكون كده، يا واحد ابيض ومشبح رصاصي مع واحد بني، فعيالهم بيطلعوا شبههم كده اهو. ده الزغلول اللي انا كنت بدور عليه اهو. الزغلول ده ابن الهزاز اهو الكحلي ده، قاعد بينزل ياكل لوحده بيعتمد على نفسه، لان يومها هنا اهي دي راقده اهي زي ما انا قلت لكم اهي. ما شاء الله عليها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليها ما شاء الله. دول اللي هم الزغلولين
ربنا يبارك فيهم. بس دول ايه، دول بقالهم كام يوم كده يعني. بس بطمن بس هم واكلين ولا مش واكلين. اهو لو هتلاحظوا معايا حاجه هتلاحظوا ده اكبر شويه من ده. يعني على حسب الحمام ما يكون بياكل الزغالين. في زغلول اللي بياكل وبيفرد على طول، وده بيكون في الغالب ذكر، والنتايه ايه بتفرد بس اقل منه شويه. دي مجمعه قش عشان تبيض، ودي مجمعه قش ده كنت اطفي عيالها عشان تبيض، وديت كان تحتها ايه ما شاء الله زغلولين. فربنا يبارك فيهم يا رب ويدامنا منهم خير يا رب، اللهم امين. اهم دول اكبر شويه، شايفين قاعدين خلف خلاف ازاي اهو، اهي واكلين اهو. الحصله بتاعتهم واكله اهي، تشوفوا الحصله كده تلاقيها مليانه تعرفوا ان هم واكلين اهو. بس دايما يبقى حركي الزغلول من مكانه شويه. ليه؟ لان الدور اللي فات لقيت زغلول القش ماسك فيه وجاي على جنبه كده، والجنب بتاع الرجلين بتاعه ده فضل كده مقوس كده. ليه؟ لانه تقريبا كان لازق في القش، وانا مفكره بقى انا شايفاه بيزيد قدام عيني بس ما كنتش بشيله احركه من مكانه، ترى ان القش كان لازق فيه وفضل كده. دي حاجه برضو ايه بنتعلمها بالتجربه والله يا جماعه. فربنا يكرمنا ويرضى خواطرنا يا رب جميعا. حبيت اصور معاكم الفيديو ده كده على السريع. طبعا الحمام اللي محتاج قطف معايا الدور ده مفيش قطف كتير، بس ان شاء الله هقطفهم ايه مش دلوقتي، لما العظم بتاعهم يجمد كمان 3-4 ايام كده ان شاء الله. وبقيه الحمام بدا يجمع عشوش، برميلهم بقى شويه قش هنا عشان يرجعوا ايه ان هم يحطوا قش في العشوش تاني ويبيضوا. مشروع النشاره في العشوش ده مشروع فاشل. لاحظت ان الحمام مش حاببها خالص في قلب العش، والبيض بيتوه كده ويتمرجح في العش بتاعه وبيتكسر. فمشروع النشاره ده مش حلو. انما القش تستخدمين الحمام كويس جدا. الشمس بتفتح تلاقي الاوضه نورت، الشمس تغمق تقفل تلاقي الاوضه ضلمت. فربنا يكرمنا يا رب ويرضي خواطرنا. شايفين الحمامه دي؟ كنت نفسي اوي اسيب الابيض دهوت عشان ابقى زيها، بس خايفه يكون في عدد ذكوره وعدد نت كتير في المكان. فربنا يكرمنا يا رب، ربنا يكرمنا يا رب. ولاقي عش كده يطلع جوزان حمام ابيض مع بعض. شايفين دي مولفه تقريبا على ذكر كحلي، تقريبا دي مولفه على ذكر كحلي. فبالتالي يوم ما تيجي تطلع مثلا ان عشنا ان شاء الله باذن الله هتطلع واحد ابيض وواحد كحلي. هي هنا راقده على 3 بيضات عفوا، هنا راقده على 3 بيضات، لان برضو لقيت بيضه على الارض. الحمام اللي بيكون سايباه يعني انا كل شهرين كده بطلع عش، كل شهرين كده بطلع عش واحد يكون حجمه كويس بطلقه وخلاص. فالمهم هنا ده راقده على 3 بيضات برضو اهي راقده على 3 بيضات، علشان لقيت بيضه برضو على الارض. الحمامه كانت بيضاها، كانت حمامه جديده، فبالتالي قمت جايبه البيضه حطها مع دي لانها كانت لسه برضو بيضه يومها بيضه. فقلت هتبقى ماشيه معاها في العمر وهسيبها لها زي ما عملت في العش اللي جنب الباب ده كده، وطلعت ال3 زغالين مع بعض. فربنا يكرمنا يا رب ويرضى خواطرنا. انا بس كنت عايزه افحصهم والله عشان اشوف اشتغلوا البيض ولا ما اشتغلوش ولا عملوا ايه، لان مش كل عش بيكون زي التاني. ديت اهي واقفه في العش بتاعها عايزه تبيض. فربنا يكرمنا. يلا اترككم في رعايه الله وحفظه. ما تنسوش اللايكات يا جماعه والاشتراك في القناه، لان من غيركم الفيديو ما بيتشافش. لما بلاقي لايكات كتير على فيديوهات الحمام اكيد هتشجع ان انا انزل فيديوهات دايما. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.